بيقول لك ان المذاكره والشهادات ملهاش لازمه وان الهلس بيجيب فلوس اسرع. اهرب واوعى تسمع كلامه، عشان بكلمك النهارده من مقر شركتي الثانيه جاست جيرل. بفضل الله ثم المذاكره الحمد لله وصلت لهنا. سنه 2018 بدات اذاكر تمرين وتغذيه عشان انا كنت رفيعه عن كده 20 كيلو وكنت محتاجه ان انا ازيد في الوزن. لذلك بدل ما اخد طريق الفهلوه ادركت ان المجال ده كبير قوي ولازم ان انا اذاكره. وصلت دلوقتي لعدد شهادات تتخطى 15 شهاده، ولسه في شهر 11 همتحن شهاده كمان. ادى ان الناس بقت تثق فيا. وصلنا دلوقتي لقاعده عملاء في سما فت 20,000 عميل عملنا معاهم تحولات وريفيوهات موجودين جوه الصفحه. الناس دي ما كانتش تثق فيا كمدربه الا لو كنت انا مذاكره وقدرت ان انا اعمل ريفليكشن للمذاكره دي في الفيديوز اللي كنت بديها لكم، مثلا البرامج بتاعتي، النتائج اللي انا بنزلها. دخلت ادرس بعد كده ماجستير في اداره الاعمال MBA. من هنا عرفت اكتر في البيزنس، فهمت ان انا بحب البيزنس جدا واقدر ان انا اضيف فيه. لذلك بدات افكر في ان انا اعمل جاست جيرل بعد ما بدات الماجستير تقريبا بشهرين. شوفوا تدابير ربنا. المذاكره في مجال التدريب خلتني افتح شركتي الاولى ومرن 20,000 عميل. المذاكره في مجال البيزنس خلوني افكر افتح البيزنس الثاني. اني مش صيدلانيه، فانا كنت محتاجه ان انا اجيب ناس صيدلانيين هم اللي يعملوا لي التركيبات. بس هل انا سبت الناس الصيدلانيين دول يعملوا التركيبات بس؟ طب انا هتميز ازاي؟ ذاكرت السوق كويس عن طريق تحليل البيزنس، حللت كل اللي في السوق، حللت الجابس، حللت الناس محتاجه ايه، وخليت زمايلي الصيدلانيين يساعدوني بكتب ان انا اذاكر فيها في الصيدله عشان افهم كل ماده بتعمل ايه. يعني لو فورميليتور كمثال قال لي انا هحط لك الماده الفلانيه مع الماده الفلانيه عشان ابقى فاهمه هل ده فعلا زي اللي انا عايزاه ولا لا، لازم ابقى مذاكره. ده ان انا بقاليش شهر في السوق والناس مثلا اشترت مننا لوشنز كمثال بتحلف ان ده احسن لوشن هم جربوه في حياتهم واحسن من حاجات عالميه هم جربوها. احنا بنعمل منتجات جديده لسه كنت بجربها، هتلاقوها هنا اهي وهتلاقوها برده على المكتب. دي الاوضه اللي احنا بنحضر لكم الاوردرز بتاعتكم، ودي الاوردرز بتاعتكم هتوصل لكم بامان ما تقلقوش. يعني فكره ان انت تتخرج من الجامعه مثلا انت تلاقي شغل دايركت دي مش مظبوطه، لازم تطور نفسك خصوصا في المجال اللي انت عايز تشتغل فيه. المذاكره يا جماعه ما بتقفش. يعني انا تقريبا عندي خطه مذاكره لحد ما اكمل 35 سنه. ايوه طريق المذاكره اطول وفي تضحيات اكتر، زي مثلا دلوقتي عندي غضروف في رقبتي، غضروف في ظهري. دي تقريبا السنه الثالثه اللي ما رحتش فيها مصيف علشان ما عنديش وقت. اكيد طريق الابتذال والهلس اسرع. في ناس ممكن تكون حققت اللي انا قعدت اعمله في 9 سنين في كام شهر. بس هل الاثنين نفس القيمه؟ هل الناس اللي بيطلعوا يشتموا بعض على السوشيال ميديا او يعملوا فضايح او يتفننوا في ان هم يفضحوا بعض علشان يعملوا مشاهدات اكتر، هل بيدوا نفس القيمه بتاعت العلماء، الباحثين، الدكاتره، المهندسين، الناس اللي بتعمل مهن حره مثلا، الصنايعيه، عمال الامن، عمال النظافه، كل الناس اللي بتكسبها بالحلال واللي بيعملوا فعلا مجهود يحترم بيضيف للمجتمع؟ مش هلحق في الفيديو اذكر كل الوظائف، بس انتوا فهمتوا قصدي.